السلام عليكم متتبعين العزاز ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم تمام الصحه والعافيه. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كما كتعرفوا رمضان على الابواب، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه. كما كتعرفوا ضروري منسلو ما يخطاناش في المائده الرمضانيه. جيت اليوم نحضر معكم بواحد الطريقه اللي مبسطه وسهله، وطريقه اللي صحيه، ومكونات اللي صحيين وزوينين بزاف. كما كتعرفوا راه رمضان كينقص فيه شويه الوزن. هاد الطريقه هادي ديال سلو كندير فيها مكونات اللي هما كيزيدوا في الوزن، واللي معروف اصلا على سلو راه هو براسو كيزيد في الوزن، يعني بلا اضافات اخرين، ولكن غادي نضيفوا ليه اللي شي مواد اللي هما صحيين وزوينين. المهم غادي نبدا لكم المقادير. اللي انا ضفت كيلو ونص ديال الكاوكاو، نص ديال الكميه اللي طحنته حتى ولا قريب ليا الاملو، والنص الاخر غير هرمشته. عندي كيلو ونص ديال الجنجلان اللي قسمته على 3. الثلث الاول حتى هو طحنته حتى تعجن ليا شويه، والثلث طحنته غير تهرمشوا ليا الحبيبات ديالو، والثلث الاخر خليته هكاك. هنايا عندي كيلو لا ربع ديال اللوز اللي حتى هو قسمته على 3. كل ثلث الاول درته بحال بخاليني اولا املو، والثلث الثاني خليته هكاك، والثلث الثالث درتو غير هرمشته. هذا الشوفان كما كتشوفوا راني حمرته حتى تحمر مزيان مزيان، وطحنته مزيان حتى تنيل وغربلته. وهنايا عندي النافع وحبة حلاوة اللي حتى هما حمرتهم وطحنتهم. هنايا عندي زريعة الكتان حتى هي اللي محمرة ومطحونة. وهنا عندي إيلان اللي محمر ومطحون. هنايا ما بغيتش نبين لكم الطريقة ديال التحمار اللي كلشي كيعرفها. وهنايا عندي 125 غرام ديال الصوجه اللي حمرتها غير شويه في الفران، يعني حتى كتقرب تطفيو على الفران كتخشيوها فيه باش ما كتحرقش لكم. هي اصلا دغيا كتاخد الصهد صافي، هي هذاك الصهد وكافيها باش ما كيمشيوش المكونات اللي فيها. وكنطحنوها مزيان ونغربلوها. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، وواحد الكوزه اللي كتبقى اختياريه. وعندي هنايا الدقيق، هنا عندي كيلو ونص اللي محمر مزيان مزيان. صافي كانوا هادو هما المكونات اللي عندي. وبالنسبه للسكر كلاصي فهو كيبقى على حسب الخليط. هادو هما المكونات اللي عندي كاملين. صدقوني البنات، هذيك الصوجه داك الشوفان كيجي زوين بزاف. تاكلوا منه هكايا في السحور ما تحسوش بالجوع طول النهار. طريقه اللي زوينه. وحتى الطريقه الا بغيتو نتوما هذاك الكاوكاو كله تردوه بحال بخاليني اولا املو، راكم غطحنوه كامل. يعني الا بغيتو تستغناو على الزيت ما تضيفوهاش كاع. بالنسبه للبنات الكاوكاو، راه النص ديال الكميه انا قليته ما حمرتوش. المهم النص اللي انا غير هرمشته حمرته في الفران، والنص اللي انايا رديته بخليني راني قليته في الزيت. وهذيك الزيت اللي انا قليت فيها ما رميتهاش، يعني احتفظت بها، هي اللي غادي نضيفها للسلو ديالي. يعني حيت انا ما درتوش بخليني كامل، ضفت غير النص، يعني ضروري خاصني نزيد الزيت. كما كتشوفوا هنا هذاك الكاوكاو وجنجلان، فانا كنحاول ندمجهم مع بعضياتهم، وكنحاول نفركهم بين يديا باش يزيدوا يطلقوا ديك الزيت ديالهم. بما انني عندي هاد القصعه اولا القصريه صغيره، جبت واحد البانيو اللي حنا كنديروا فيه كسكسو اولا السفه. المهم لهاد الوصفات هادو اللي كيحتاجوا شي اناء يكون كبير. غادي نضيف هذاك اللوز. حتى اللوز حتى هو كتبقى الطريقه اختياري. الا نتوما كله بغيتو ديروه بخاليني بحال هكايا تقدروا ديروه. المهم نتوما والرغبه ديالكم. النكهه كتبقى هي وانتوما حرين في سميتو واش تردوه كله بخاليني ولا تهرمشوه كامل. غير هاد الطريقه هذه كتساعد باش ما تضيفوش الزيت بزاف ويبقى صحي. صافي انا غادي نحاول معاه كنبقى نفركو بين يديا حتى كنحس بليه راه كيتعلك مزيان. هو صراحه سلو كيبغي يجهد شويه. الا بغيتو ما تضيفوش الزيت خاصكم شويه تعلكوه مزيان مزيان. صافي هنايا غادي نبدا نضيف المكونات الاخرين. المكونات انا غادي نضيفهم معكم بالقياس ديال المعلقه الكبيره. كما كتشوفوا هنايا هذه زريعه الكتان اللي منها 3 ديال المعالق اللي كبار عامرين مزيان. هاد الزرارع البنات راه ما كيبغيوش يتحمروا بزاف، غير يتصهدوا هكا في الفران. وكما كتشوفوا ضفت يلان، ومن بعد 3 ديال المعالق ديال النافع وحبه حلاوه.
وغادي نضيف هنا معلقة كبيرة ديال القرفة، وانتم تقدروا تضاعفوا الكمية ديال القرفة الا بغيتوا. غادي نضيف داك الشوفان اللي عندي، صدقوني البنات واحد المذاق جا غزال وزوين بزاف. غادي نضيف الصوجه صافي، غادي نبقى ندخل هذوك الزرارع اللي عندي والشوفان والصوجه في المكونات الاولين، وغادي نبدا نفركهم بيدي مزيان. صافي هنا من بعد ما دخلت المكونات بعضياتهم، غادي نجيب ندير هذيك الكوزه اللي حتى هي كتبقى اختياريه، وغادي تضيفوا حتى المسكه الحره الا عندكم. انا هنايا ما ضفتهاش. صافي ها كنجيب داك الدقيق كنبقى نغربلو، واخا غربلته من قبل كنعاود نغربلو دابا، حيت راكم عارفين ملي كيكون الدقيق محمر كيبقى يتحبب غير بوحدو. صافي هنايا غادي نغربل حتى داك السكر كلاصي اللي كتبقى الكميه على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغيه ما يكونش حلو بزاف، كاين اللي كيبغيه يكون مسوس. المهم نتوما غادي تحكموا في الكميه ديال السكر، انا ما كنبغيش يكون حلو بزاف. صافي ضفت الكميه اللي بغيت، واكيد من بعد ما غادي نخلط غادي ندوق نشوف واش وصلت المذاق اللي بغيت ولا لا. صافي غادي نبقى نحرك مزيان مزيان، وغادي نحيد دوك الحبيبات اللي كيبقاو ديال الكاوكاو وديال الجنجلان، خاصهم يندمجوا مع داك الدقيق. كيبغي شويه الخطر ولكن راه كيجي زوين بزاف. المهم انا عطيتكم قياس اللي صغير، وانتم الا كنتو غادي تضيفوا شي كميه اللي كثيره غادي تضاعفوا المقادير. هنايا البنات ديك الزيت هي اللي قليت فيها هذاك الكاوكاو، وقليت فيها حتى هذاك الكيلو لا روب ديال اللوز، وضفت فيها واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال المرسيطه الا عندكم ضيفوه فيها، راه كتعطي نكهه اللي زوينه. صافي وراه ما كاملش الحساب ديال الزيت، راه ما كاملش يطرو، تقريبا فايت نص يطرو غير واحد شويه، حيت اصلا حنايا عندنا المكونات اللي هما مزيتين. وهنايا البنات واحد القبيصه ديال الملحه نسيت ما ضفتهاش في الاول. صافي وغادي نبقى كنفرك بيديا مزيان مزيان، كندلكوه كنعلكو مزيان، راه كيبغي العليك كما كتشوفوا. ما حدي انا كنعلك فيه وهو كيطلق الزيت ديالو. يعني الا نتوما عييتوا تقدروا تخليوه واحد شويه يرتاح، وتخلي واحد 15 دقيقه ولا حتى نص ساعه، كاع ساعه كاع، مهم قد ما خليتوه يرتاح غادي يكون حسن. وترجعوا انكم عاوتاني تعلكوا هكايا بيديكم. كما كتشوفوا البنات راه التصوير ما عطيش حقه في اللون صراحه غزال وزوين بزاف. كما كنت قلت لكم العام الفايت ملي حضرت معكم سلو الدقيق، غادي تقيسوه غير بالزيت، غديروه في واحد الاناء وغديروا فيه هذاك الدقيق، وغادي يبدا يعطيكم اللون اللي غيخرج لكم في السلو. الا كان مازال بيض تزيدوا تحمروا الدقيق ديالكم، والا كان بان لكم وصل اللون اللي نتوما بغيتو يعني صافي كتحبسوا عليه من التحمار. صافي هنايا انا بقيت كنعلك فيه كما كتشوفوا البنات غادي وكيتعلك بهاد الطريقه هذه. ما كتضيفوش الزيت بزاف، وكيجي واحد المذاق اللي زوين، كيجيو المكونات ديالو باينين فيه كما كتشوفوا البنات. صافي هنايا غادي نزيد نعلكو غير واحد شويه وغادا نحبس. صراحه كتافي هنا ضروني، انتما كنوريكم بلا راه تعلك وحتى اللون ما باينش الصراحه مزيان. وبالنسبه للشكل تقدروا تزينوه باش ما بغيتو. انا هنايا بغيت نوريكم، راكم عارفين اي مغربيه غير كتبقى تسلو كتجمعو ما كيبقاش. انا غير بغيت باش نوريكم الشكل النهائي واللوين ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي زوين بزاف. وإلا وصلتوا لهاد اللقطه هذه في الفيديو ما تنساوش انكم تخليو لي واحد التعليق زوين، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. وإلا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه اشتركي وفعلي زر ديال الجرس باش يوصلك اي جديد. وكنتمنى السعاده لكل وحده خدات من وقتها ودخلت لقناتي وشاهدت لي الفيديو خلات لي واحد التعليق زوين. شكرا بزاف ليكم، وشكرا للبنات اللي كانوا معايا من الاول وكيخليو لي تعاليق اللي زوينين. صافي هنايا شكلته على شكل هلال، وغادي نزينو هكايا باللوز اللي كنت خليته من الاول. هذاك اللوز باش غادي نزين، راه كيجي غزال وزوين بزاف. مقاديرو اللي بساطين، ما عطيتكمش شي كميه اللي هي كثيره. دغيا غادي توجدوهم، زعما المقادير هادوك جنجلان وسميتو دغيا كيوجدوا، يعني في نهارهم غادي تحمروهم وتطحنوهم وتقدوا سلو ديالكم.
كان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بالصحه والراحه. مع السلامه.